هلو يا حلوين، رايحه اتسحر بره فقلت يلا بينا نجهز مع بعض. قررت ان انا البس الفستان ده لطيف ومناسب كده، يعني حلو قوي. بصوا ربطته كده، الحزام ده ممكن اربطه على قدام وممكن اربطه على ورا. هو فستان كده القماشه بتاعته تنفع ما بين الصيف وما بين الشتاء، بما ان الجو لسه مش عايز يبقى صيف قوي. ويلا بينا بقى نعمل ميك اب بسيط قوي عشان احنا نازلين نتسحر، مش هينفع ان احنا في رمضان نحط ميك اب اوفر. اول حاجه عملتها حطيت حليب جوز الهند، ده حبيبي طبعا، ده بديل فاونديشن، ده اللي بستخدمه طول حياتي بقالي سنين جدا. ده بيوحد لون البشرة وفي نفس الوقت بيكون لطيف وبيرطبها وبيغنيني عن ان انا استخدم فاونديشن او استخدم حاجات كتير. زي ما انتم شايفين كده هو على طول بيوحد لون البشرة وبيخلي البشرة كلها ما فيهاش اي ديفوهات، يعني بيداري كل العيوب اللي في البشرة وفي نفس الوقت بيرطب. وعلى فكرة هو فيه نسبة سان بلوك، فلذيذ قوي ولطيف قوي وبحبه جدا. بعد كده هستخدم الكونسيلر عشان يداري طبعا الهالات اللي انتم شايفينها دي. بحب قوي كونسيلر مايت سينما اللي هو تقليد ميبلين، لانه خفيف بينفع قوي لو حد عايز يحط كونسيلر بسيط، مش الكفر التقيل، مش زي مثلا مايت سينما التاني اللي هو بفرشه بيكون تقيل شويه. لكن ده خفيف قوي يا دوبك بس بيداري الهالات بطريقه بسيطه، واحنا مش محتاجين اكتر من كده. وبما اننا حطينا كونسيلر فممكن نطبطب بكومباكت باودر كده بريتي وومن بسيطه، علشان لو احنا مكان الكونسيلر او على الحليب جوز الهند عادي جدا. بعد كده بقى فقره الحواجب، وبحب استخدم القلم اللي هو دايما بيعمل حواجب كده، في منه انواع كتير. استخدمت بريتي وومن اللي هو انا دلوقتي بستخدمه ده، وكمان استخدمت قبل كده مايت سينما. استخدمت كل الانواع وكلهم يعني نفس الفكره، ان هما بس بتملي بيهم فراغات الحاجب علشان يكون بالشكل ده، ما يكونش شكله اوفر ولا اي حاجه. ده زيه زي الباودر كده، انا بحب برضه استخدم الباودر ساعات اللي هو يا الباودر يا اما القلم اللي هو بتاع بريتي وومن ده او نوع تاني. الماسكارا بقى، هو احنا كده اساسا بنعمل ميك اب بسيط، مش هنحط ولا فاونديشن ولا كحل ولا اي حاجه. الماسكارا حاجه بسيطه كده. استخدمت الماسكارا دي حلوه قوي، البينك دي انتوا عارفينها طبعا، من ايسنس. بعد كده ده كان الشكل بتاعها. التنت ده من هبه بيوتي، بحبه جدا لانه طبيعي وبيقعد معايا وقت طويل، مش بيروح زي ما انتوا بحطه كده في الاول بيبقى تقيل، بعد كده بيخف، وده الشكل النهائي. وفي الاخر اخترت روج يكون سيمبل كده، يكون حاجه بيجات او بنيات. كنت محتاره ما بين ده وما بين ده اللي فيه جلوس كده ولا ده، قلت خلاص ممكن احط بقى ده. هيكون لطيف جدا ولونه كده بنيات مع بيجات. انا بحب الالوان دي جدا جدا حتى لو مش في رمضان. وبس كده اللوك زي ما انتوا شايفين بسيط، حاجه بسيطه كده تناسب السحور. فهتكون لطيفه جدا. لو الفيديو عجبكم قولولي في الكومنتات. باي باي.